قال لك خلاص يا جدعان احنا كده تمام، جبرت، قفل يا ابني الصاج بتاع المحل، هو خلاص بقى بيحب جمانه، فانا مش هسيرش على بني ادم جديد. فلو في مليون واحده بتعمل التصرف اللي جمانه عملته اللي خلت اسماعيل يحبها، اسماعيل مش هيشوفه، ما هو خلاص اصلا بطل يدور. برين، ماذا سنفعل الليله؟ سنفعل ما نفعله كل ليله يا بنكي، نحاول السيطره على العالم. شيء اخضر. المهم، السلام والرحمه يا رب صبحنا وربحنا. من احد المواضيع اللي بيشغل بالي كل فتره هو سؤال: هل في وجود للحب؟ اصل يعني الموضوع ده ما بين الوهم والحقيقه، في ناس هتشوفها كده وفي ناس هتشوفها كده. بص، هو اكيد في حاجه اسمها حب ما بين الناس عامه، بس انا مش بتكلم على الحب المطلق اللي هو ما بينك وما بين اهلك وما بين الكلام ده، لا، انا بتكلم على الحب اللي ما بينك وما بين شريك حياه، سالب وموجب. الحب بتاع الافلام ده اللي هما بيقطعوا الشرايين عشانه، ده عارفينه. وتعالى ناخدها من الافلام. يعني مبدئيا اول نوع الحب من اول نظره، ودي نظريه اصلا مش منطقيه بالمره، لانك حبيت بني ادم من بره من مظهره. فاللي هو طب ما انا كل يوم بشوف حد بيعجبني شكله من بره، ولو حبيت كل واحد خلال اسبوع هقفل الاربع خانات بتوعي. بس يعني برضو في ناس جربته وبتقول لك والله في النوع ده ومعرفش ايه والكلام ده. بس انا ارى ان ده من نفس نظريه اللي يخاف من العفريت يطلع له، ودي حاجه علميه. ان انت لما تخاف من شيء جدا او تفكر في شيء جدا او تؤمن بفكرة معينة، عقلك بيبدأ يصور لك ان كل حاجة بتحصل في الواقع بتصدق على الكلام اللي مخك صدقه. اللي هو لو انت صدقت ان الشقة دي مسكونة، فالهواء اللي فتح الشباك ده اكيد عفريت. الحنفية اللي بتنقط جوه دي اكيد صوت خطوات رجلين روح جوز خالتي مثلا. اللي هو ايه، انت هيأت روحك لانك تقبل الكلام ده، فخلاص بقيت قابله. فاهم قصدي؟ وهكذا ارى الحب من اول نظره، اللي هو قشطه انت سستمت نفسك ان هو ده الحب، قشطه تمام، اوتوماتيكلي كده عينيك بطلت تبص على الباقيين. فاهم؟ انت خلاص استقريت ان هو ده الحب، فمفيش اي حاجه تانية، مش هتدور على حب تاني. بلاش يا سيدي الحب من اول نظره، نروح للحب العادي اللي هو اتنين لو تفاصيل عجبتهم في بعض فحبوا بعض. وهنا بتلاقي سكتين: اما ان هم شبه بعض جدا فحبوا بعض، او عكس بعض جدا فحبوا بعض برضه عشان بيكملوا بعض. هي كده كده ربحانه. ودي نفس نظريه برضه ممكن نبقى نتكلم عنها في حلقه تانية، وهي ان هذه الدنيا كل حاجه فيها زي العمله ليها وجهين. انت لو عايز تماتش اي حاجه في الدنيا قشطه، اللي هو على فكره ده شبهك جدا، ما احنا عشان كده بنحب بعض. على فكره ده عكسك جدا، ما احنا علشان كده بنكمل بعض. على فكره ده بيشتمك، ما علشان كده. هتلاقي لها مبرر. انت بتحب الشتيمه هتتصرف، فاهم؟ بس في النهايه احنا مناسبين لبعض. انا بقول لك اهو وانا مقتنع تماما بده، او انا بطلع مبرر يقنعني بده. لو انت عايز تحب البني ادم ده عشان هو بيتامل مثلا، ولو عايز تكرهه ممل قوي بصراحه. لو هو شخص مركز قوي في الفلوس وانت بتحبه حريص ومحترم وبيفكر بالعقل، لو بتكرهه ده بخيل بخل يا اخي. اي حاجه ليها وش وقفه هتلاقي زاويه وعكسها دايما. طب هل ده معناه يا رميح ان انت شايف ان الحب اللي في الافلام ده ما هو الا كذب وهم؟ في البدايه كنت شايف انه بالذات ان التجارب العمليه اللي شفتها حواليا لناس حبوا بعض فعلا وحكوا لنا قصص الحب الخياليه بتاعت الافلام دي، بعد شويه بيسيبوا بعض بسبب مشاكل بتحصل ما بينهم، وده لما بيتصدموا ان الواقع مش شبه الخيال اللي كان في دماغهم. ولذلك انا مقتنع ان الحب اللي في الافلام وهم. ولكن المشكله هنا بقى في ايه؟ ان لو هي حتى وهم، طب ايه المشكله ان احنا نعيش؟ ما الوهم ده اللي هو الاحلام اللي احنا بنعيشها كل يوم، ما انت بتعيش الوهم لحد ما بتخليه حقيقه. ما هو انت لو ما خلقتش الوهم ده انت مش هتعرف تنبسط بحياتك. ما انت لازم عندك حته كده فيها احلام، فيها بتاع ما اعرفش ايه، عشان تعرف تنبسط. وده انا شايفه فكره ذكيه، بس هو هيتبع نظريه ان الحب قرار، اللي هو قشطه انا عايز حب عامل كده، في التصرفات الفلانية، في الأحداث اللي في خيالي والأحلام اللي زي ما أنا شايفها. فبتبدأ تسعى بعقلك إنك تنفذ حلمك، اللي هو قشطة أنا لقيت واحدة فيها شوية صفات كويسة، إحنا مش بنحب بعض ولا حاجة بس إحنا هنحب بعض. حط نفسها قدام الواقع، هقول الكلام الحلو اللي كنت بشوفه في الافلام وهي هترد عليا زي ما شفنا في الافلام، فهننبسط مع بعض. امتى بتبوظ؟ لما نخرج بره الحلم ده ونروح للواقع. خلاص يبقى نعيش في الحلم للابد عشان نقدر نفضل مبسوطين. وده هيوديني للجمله العكس: الحب فعلا موجود، ولكنه مش زي الافلام، مش اسطوري زي الافلام، مش حاجه الهيه بتنزل عليك، مش هو بني ادم واحد في الدنيا سول ميد يا جماعه. لما حاولت اترجم موضوع السول ميت ده، هو بني ادم اعجب ببني ادمه تانية، اسماعيل مثلا اعجب بجمانه لانها اتصرفت بشكل معين. التصرف اللي هي اتصرفته ده في مليون حد تاني اتصرف زيه،
ولكن اسماعيل اول حد يشوفه بيعمله كان جمانه، فهو بالنسبه له جمانه بتعمل ده، فقام بعت رساله لمخه كده انا بحب جمانه، اي لايك وات جمانه دو، احب جمانه. عمل ايه العقل لما حصل الحوار ده؟ قال لك خلاص يا جدعان احنا كده تمام، جبرت، قفل يا ابني الصاج بتاع المحل، هو خلاص بقى بيحب جمانه، فانا مش هسيرش على بني ادم جديد. فلو في مليون واحده بتعمل التصرف اللي جمانه عملته اللي خلت اسماعيل يحبها، اسماعيل مش هيشوفه، ما هو خلاص اصلا بطل يدور. عارف زي نظريه ايه؟ اول ما بتطلب دليفري بتبقى مستنيه تمام، فانت بتدور عليه، ففجاه بتلاقي الشارع مليان موتوسيكلات، قاعد بتدور موتوسيكلات كتير جدا. اول ما خلاص الاكل جه فجاه ما بقاش فيه موتوسيكلات، هو في الحقيقه لسه فيه موتوسيكلات بس انت بطلت تركز مع الموتوسيكلات. فاهم الفكره؟ ودي نظريه برضو مبنيه على الواقع والوهم، وده اللي بيخلي الدنيا تبوظ بعدين، لان احنا مفيش بالانس. انت مش دايما عايش بالوهم ولا دايما عايش بالواقع، انت عايش بالاثنين. فانا حبيتها دلوقتي مع الوهم اللي احنا قلنا عليه ده، فلما نقع في مشاكل واقعيه في الحياه فجاه الله انت مين؟ فين جمانه؟ فين جمانه اللي كانت بتحبني وبتعمل معايا ازاي وبتتصرف معايا ازاي وبتعمل ما اعرفش ايه؟ هي لسه نفس الشخص يا اسماعيل، بس انت الفكره كلها ان انت ما بصيتش على الحته دي قبل كده. فلما اسماعيل خد الحته الجديده الصدم بقى صدمه عمره في جمانه. هيعمل ايه بقى اسماعيل في هذه اللحظه؟ هيبعت نفس المسج لدماغه، يقول لها مؤاخذه في الكلمه جمانه طلعت مش هي السول ميت بتاعتي. العقل يقوم مغير هدومه وطالع فاتح الصاجه رشش ميه قدام المحل ويسال بقى مين جاي نيكست. طيب بص انا هزممك، حلقة متوسط مدتها 10 دقايق اتكتبت في ساعة واتصورت في نص ساعة غير تظبيط السيت اب والحاجات دي، واتمنتجت في عدة ساعات. كل ده وانت مستخسر نص دقيقة تعمل فيها لايك وسبسكرايب وشير وكومنت؟ يا اخي عيب، يا اخي عيب، مش اخلاق فلاسفة دي خالص. سلام عليكم. وده هيرجعنا برضو لنفس النقطة اللي قلتها من شوية، الحب ممكن يكون قرار. يعني مثلا لما تتجوز صالونات عن طريق الاهل او كافيهات عن طريق الاصدقاء لما بيظبطوا لك مع واحده صاحبتهم او كده، المهم الطريقه دي ممكن تكون مش وحشه قوي زي ما الناس متخيله، اللي هو انت ممكن تقابل حد فيه صفات مريحه بالنسبه لك تقدر تكمل معاه حياتك، وده بيكون الخطوه الاولى من الحب بقرار. ايه الفرق بقى ما بين الحب بالقرار والحب اللي هو بتاع الافلام ده؟ ان الحب بتاع الافلام المفروض ما فيهوش عقل، لكن انت هنا خدت قرار، فانت خدت القرار بالعقل. انما هنا في حدث الهي، حدث مجنون حصل خلاكوا تتقابلوا، فبدات انك تاخد الحدث ده وتحطه از ساين فروم جاد. انا كنت عارف ان هي دي وربنا اللي شاور لي عليها. اللي انا شايفه انك ممكن تاخد الحب بقرار، ولو الفكره كلها في الجنان بتاع الحب طب ما نعمله. يعني ايه المشكله ان انت تبقى متجوز واحده او مرتبط بواحده بشكل منطقي في شويه عقل، وفي نفس الوقت تتصرفوا بجنان في حدود معينه؟ يعني انا دايما بحس ان انا ما بعرفش اتصرف بجنان، اللي هو ما بعرفش ان انا اعمل تصرفات معتوهه وبتاع، انا بمثل ان انا بعمل تصرفات معتوهه، يعني دايما بمثل الموضوع. جس وات انا بنبسط برضو وانا بمثل. يعني المتعه غالبا في الهبل، او اللي هو ان انت الخروج عن التقليدي، الخروج عن المنطق، عن الواقع، عن القوانين، هو ممتع في جميع الاحوال، سواء كان بيحصل بشكل تلقائي او كان بيحصل بقرار. بالعكس هو ميزته لما يحصل بقرار انك تقدر تنهيه في اي لحظه. لو الحياه اضطرتك لده هتعمل ده، لكن لو انت واخدها بقى سبهلله انت اول ما هتقابل الواقع هتتصدم. عشان كده بشوف النظريه دي فيها سيكه هبل. بس هنا يجيني اسماعيل ويقول لي لا على فكره هي مش هبل، وفي حب زي بتاع الافلام، احيانا بيحصل فراق بس دي حاجه منطقيه جدا، والدليل ان ده كان حب حقيقي ان انا ما نسيتهاش لحد النهارده. مش عايز ازعلك يا اسماعيل بس في الحقيقه كلامك ده غلط. ببساطه انت بيحصل لك الموضوع ده كل يوم، موضوع ان انت تحب حد وبعد كده تنساه. مش هنشرح القصه على حد، هنشرح القصه على حاجه. في كل يوم بيحصل لك حدث بتحبه، ولكن انت تاني يوم بيحصل لك حدث جديد بتحبه فبينسيك الحدث اللي كان في اليوم اللي قبله. وده اللي ما بيحصلش في الحب، لانك لما انفصلت عن جمانه حبست نفسك في الاوضه، انت ما عادش في حاجه تانية ممكن تخش تملى مكان جمانه. بالعكس انت قاعد في الاوضه ومقافل على روحك، انت عايش على الذكريات، فطبيعي ان انت مش هتنسى عشان هو ما فيش حاجه اتحطت تمسح القديم. العقل ده لازم تحط فيه داتا عشان يمسح الداتا اللي فاتت. فاهم قصدي؟ بس برضه مش بقول لك تعمل زي صاحبك توفيق اللي اول ما فكس مع ديانه اخت جمانه التوأم راح مرتبط بواحده تانية وقال لك انا كده عشان انسى وعشان احب وما اعرفش ايه. ما هو برضه كان قرار اهوج. هل اللي انت ارتبطت بيها دي احسن من ديانه؟ هل هي فيها صفات فعلا مناسبه انها تكون شريكه حياتك؟ لا. فايه اللي بيحصل؟ بتبقى قاعد قدامها مش شايف غير ان ياه ايه التصرف الوحش ده، انت عارفه ديانه كانت بتعمل ايه في الموقف ده. فببساطه برضه مش هتنسى، انت لازم تدور على حد احسن، ما تتسرعش. فاهم؟ انت كده كده هتتوجع، هذه الحياه. وعشان كده اصلا الدين نوعا ما بيحاول يقول لك بلاش الكلام ده. ليه؟ عشان ما يجرحكش، بيكوز هو خايف عليك.
انت اللي مش فاهم. بس سيبك من النقطه دي. طيب ايه اثباتاتك على هذه الثيري اللي انت بتقولها يا رميح؟ هو اخوهم الثالث. احنا كان عندنا اسماعيل، عندنا توفيق، اخوهم وليد. وليد بقى كان عيل صايع مؤاخذه، وكان بيصاحب بالدسته، بنات 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 بنات. بيصاحبهم ازاي؟ لسانه كان حلو، بيعرف يقول كلام الحب اللي البنات بتقع فيه. فكل بنت من الدسته دول كانت مقتنعه ان هي حبيبه وليد، وعايشه بقى فاهم، عايشه قصه الحب زي ما هي. وده حصل بسبب بس الكلام اللي مترتب بشكل معين. على نفس النظريه بس بشكل علمي شويه، في احد البرامج بره كنت شفته قبل كده كان بيتكلم على نظريه ان في 30 سؤال، لو قعدت راجل وست مع بعض وخليتهم يسالوا بعض الاسئله دي بعيدا عن الاجوبه، الاسئله نفسها هتحرك المشاعر بطريقه معينه، هتخلي اللي بيجاوب بتون معين، فالشخص اللي قصاده يحبه، فبيخرجوا من الحلقه دايما عندهم مشاعر ناحيه بعض. فالموضوع ممكن يترتب، يعني ممكن يتعمل بالعقل، مش لازم يبقى فيه الجنان اللي احنا بنعيشه وشغل الافلام ده بس كده. ومن هنا ندخل على حكمه الحلقه والخلاصه. العقل عامل زي ابوك، راسي لكنه حبه تقيل، والقلب زي طفل صغير ساذج لكنه جميل. لو هجم عليك الهم والوحده، القلب هيبادر بالوقوف، جدع لكن متهور، لولا وجود العقل جنبه كان زمانه اليوم قتيل. وعجبي توقيع العبد لله. في النهاية لو قلت حاجة عجبتك يبقى الثواب ليا، ولو قلت حاجة ضايقتك سامحني ويبقى الثواب ليك. من الآخر جمعية ودايرة والكل مستفيد.